ابن مصاب وكل مصاب. ولو اعرف توصل بي لهالمرحله هاي وهو قتل، والله القطعه كلها تنازل عنها الجاري واعتذر منه ودي. يعني صراحه كل العراقيين اليوم استنكروا اللي صار ورفضوا هاي التصرفات الدخيله على المجتمع اللي سقط بها دكتور. يعني سبب اول كلام اللي طلع من هو من ابنك من مهند صار رد الفعل من ابني، قال له لا تتجاوز لك حاجه سامع، لا تتجاوز على الاكبر منك. دفعته، فمن دفعته هو بعد ضربني. خوش من ضربني صار مشاجره صارت بيني وبينه مهند، فبعدين انضربت براسي انا فقدت ما دريت بنفسي. السلام عليكم. لعل اغلبنا تابع ما وثقته كاميرات المراقبه في منطقه المشتل في العاصمه بغداد قبل اكثر من شهرين، حين تحول خلاف بسيط بين جيران الى مشهد مأساوي هز الرأي العام. حادثه بدأت بانفعال عابر ثم تصاعدت سريعا بسبب خلاف على مساحه لا تتجاوز مترا واحدا من الرصيف، وفي لحظات غاب فيها الهدوء وحضر الغضب تحول الخلاف إلى تشابك عنيف واستخدم فيه الطابوق وكلما امتدت إليه الأيدي من أدوات البناء، وكأن المشهد لم يعد خلافا بين جيران بل ساحة مواجهة مفتوحة لا تعرف الرحمة. فاصل قصير وأعود إليكم لإكمال التفاصيل. المراقبة كيف أنهم يطحنون بعضهم حتى سادت الفوضى بكل مكان. رصيف الدولة شارع عام هذا. رد علينا قال لا راح نصبها وغصبا على يرضى ولا ما يرضى. ما اتحمل انه ينحكى على ابوه بهاي الطريقه، قال له حش السامع ولك. رحت انا ضربت ابوهم بوكس براسه وابن مصاب وكل مصاب. ولو اعرف توصل بي لهالمرحله هاي وهو قتل، والله القطعه كلها تنازل عنها الجاري واعتذر منه ودي. حلقة هذا الأسبوع من برنامج ما بعد الجريمة نفتح هذا الملف من جديد ونستعرض تفاصيل المشاجرة وظروفها، وكيف كانت سببا بإزهاق روح شاب لم يتجاوز 30 من عمره وهو الدكتور أرشد. الانفعال اللحظي تطور إلى شجار وكانت الأسباب لا قيمة لها، وكان يمكن للحادثة أن تنتهي بكلمة هادئة أو تصرف عقلاني. سبب الحادث شنو؟ بداية الحادث احنا عندنا عمل بناء قطعة أرض نبني بصفهم جيراننا هم مباشرة، هم عندهم عمل يبنون ويانا. اكو رصيف خارج البناء مالنا وخارج البناء مالهم، رصيف الدولة يعني. هذا الرجل انا سمعت اخوي يتناقش وياه يريد ياخذ المساحة هاي الرصيف يضيفها لمكانه هو. هي تابعة لنا، هذا رصيف طبعا لا تابع لنا ولا تابع من تابع الرصيف؟ رصيف الدولة شارع عام هذا. نعم. فادي يتعدى علي الرجل هذا، سمعت الحكي بينه وبين اخوي صار مشاده، انا صفتي اكبر من اخوي والم من الموضوع، وهذا الرجل اللي هو صاحب العلاقه ابوهم ابو الولد صديقي وعندي علاقه به وعاقل كبير اقدر اثر عليه بكلامي بعقلي. نزلت علي اني ابني نزل وراي موجود، جبني هذا الصفحه المنطقه منه يصبها حتى يحول غراض الاسواق مالته وهاي صفحه ويسد المحل علينا. قلت له ابغى امجد بخدمتك وتؤمر امر وتدلل، بس تعال اوضح لك فكره. قال شو تريد توضح لي؟ عصبيه رجل طبعا الله شاهد. قلت احنا الجيران خلينا نسولف وياك ما دام ابنك واقف وابني صغير واقف، خاف اصير واحد من الاثنين. اخوك الكبير منهم؟ اخوي الاصغر مني، هو اللي انا اكبر من عندهم. قلت له هذا الرصيف اللي منا انت متجاوز عليه سابقا، فماكو داعي بعد تتجاوز على هذا، لا نسد الشارع كله، هذا باب محل وهذا باب هيك رزق عالم. يعني الحديث الاول كان بينك وبين والد أرشد المتوفى الدكتور أرشد الله على روحه. نعم. صار عناد بيناتهم بيني وبين ابو الولد، ما حكى ابوه الله شاهد، ما بينك بيني وبين ابوه ما اقتنع بكلامي، بس ما حكى مو زين. مهند اللي حكى، شنو اللي حكى مهند ابنه؟ قال هاي راح نبنيه غصبا عليكم. قلت له براحتك ابني موجود. يعني سبب اول كلام اللي طلع من هو من ابنك من مهند صار رد الفعل من ابني، قال له لا تتجاوز لك حاجه سامع، لا تتجاوز على الاكبر منك. دفعته، فمن دفعته هو بعد ضربني. خوش من ضربني صار مشاجره صارت بيني وبينه مهند، فبعدين انضربت براسي انا فقدت ما دريت بنفسي. صحيت لقيت نفسي بالمستشفى بالكندي. بهاي اللحظه انت شنو كان دورك؟ بهاي اللحظه مهند ما تحمل الحكي، تناوش اخذ اخوي وصار يضرب بي بوكسات مطلع بالقاع وظل يدق عليه بوكسات.
انا فرقت ابن طاح بعد هنا، ضربوه بطابوقه، ضربوه. من اللي ضربه؟ مهند ضربه طابوقه وراسه فقد الوعي، طاح بالقاع. من طاح بالقاع صرخت، واخوي جاي يدقون علي، ابوهم نايم علي يدق علي. رحت انا ضربت ابوهم بوكس براسه وجريته واخذته من اخوي. هنا انفك النزاع. النزاع الاول. هذه الحادثة ليست مجرد ملفا جنائيا، بل رسالة واضحة لكل فرد من المجتمع أن لحظة غضب واحدة قد تمحو سنين من الحياة، وأن الخلافات البسيطة لا تستحق تتحول إلى دماء وخسائر لا تعوض. بناية انت تبني بها؟ اي نعم. هو ايش بعد بنايته عن بنايتك؟ هو عنده بنايتين، بناية منها له والصف الثاني اللي يبني بها له، يعني انا صاير بنصهم. تمام. فاحنا متعاونين دائما انا وياه، كل شيء يحتاج بعمال بشغلات وبرايي، فشلون الاخوان متساعدين، ما عندي كل مشكله وياه. وما عرفنا معرفه قديمه، هنا بالبناء عرفته. نعم. فصار خلاف على مود متر بين هاي البنايه مالته الجديده وبين بنايته القديمه. المتر هذا المن تابع للامانه بالشارع العام. قال لي شيل غراضك منه، هذا المتر اريد اصبه وانزل غراض المحل منه. نعم. قلت له يابا ليش مو راح تضايقني، انا قاعد ابني وهذا المتر هو مو لك. فالمفروض بحق الله تقسم لي نص بنص، تعطيني نص الي ونص الك. هو يرجع ويروح ويرجع، هو اموال دوله هذه. اموال دوله لا الي ولا الك. نعم. فاحنا ما ردنا نبني، هو راد يصبه ونزل غراضه عليه مال المحل. فانا قاعد ابني فراح اتضايق. قلت له عمي صلي على النبي وقول يا الله، واليوم جمعه خليها اليوم الاحد اطلع مساح، اذا هاي الك انا اصب لك اياها على حسابي. قال لي لا خفت عليك صبي على حسابك، شنو عايز لك اني؟ هاي الاثناء دور المتهم الاول واضحين. من اجى حضره اخوك الاكبر. نعم. المتهم الاول. نعم. شنو كان دور؟ شنو سبب المشكله؟ كان سببها هو تعبر علينا وتاذينا، قاعد نحكي حكي وياه. نعم. بالاثناء ابنه هذا الولد قبل العماره اللي بيمنا رد علينا قال لا راح نصبها وغصبا عليه يرضى ولا ما يرضى. هنا عندي هذا ابن اخوي الصغير، قال له لك احترم نفسك لا تتجاوز على الاكبر منك. حط على ابن اخوي وضربه بوكسي اللي هو مهند. ضرب ابن اخوي بوكسي وقعه. فمن ضربه بوكسي اكيد هم ضربتوه. احنا من صار الضرب بعد. نعم. ردينا ضربناه، من ضربناه ابا امجد هم وقعه. انت دورك باصابه الدكتور ارشد. انا دوري باصابه الدكتور ارشد، من ضربت انا ودخلت متوفي. الطابوقه اللي ضربوا بها اخي. بس بالاول انت ضربت اكثر من دفره من كان واقع قبل لا تضربه بالطابوقه مره ثانيه. نعم ما متوقع يعني اكتله. وانتم يعني شفتوا التصوير كلكم، انا لا هاد علي بسلاح ولا بسكين ولا بوري، دفاعا عن النفس. شنو هذا التهور اللي ما له داعي او اكثر من اللازم؟ والله هذا التهور ساعة الشيطان، وانا ندمان بقتش على راسي. ولو ترجع حسه بيا الوقت بذيك الساعه حتى البنايه مستعد اعطيها لابو امجد واتنازل واطلع في سبيل ما توصل هالمواصيل، ولا اشيل خطيه هذا الولد ونسبب قتله. وراها من فنادمين حيل. وراها من صبت من اخذكم للمستشفى؟ احنا رحنا للمستشفى بسيارتي. نعم. بسيارتي الخاصه. وين القبض عليكم؟ بالمستشفى. كنا فاقدين الوعي وعينا، لقينا الشرطه محاوضتنا، انصحنا جابونا وجوا هنا المركز. هاي الاثناء وانت داخل المستشفى. نعم. دكتور ارشد. نعم. كان متوفي او بعد على قيد الحياه اللي اعلنتوا به؟ لا استاذ بعد على قيد الحياه، لانه بنفس المستشفى اللي احنا بيها جابوه المستشفى يمنا. نعم. بنفس الرتهه يطيبون بينا ويطيبون بيك. تمام. فحولوه قالوا للجمله العصبيه. بسبب الضربه على راسه. فبقى يومين او ثلاثه بالجمله العصبيه وبعدين توفى. ما اعرف هاي اخذني وابنه وياي، يا اللي مضروب يا الضارب ما اعرف. بالمستشفى ورا ساعتين ونص او ثلاثه فرت من الغيبه مالتي، لقيت نفسي انا مصاب وابني مصاب واخوي مصاب بنفس الوقت. بعد ما فقدت من الاصابه صار من معالجه اللي والاخوي والابن معالجه، وجت قوات الشرطه اخذتنا استصحبونا من المستشفى للمركز القبض علينا. تمام. هاي الحادثه كلها تستوجب بانه يروح شاب من العمر 25 سنه دكتور، تسوى بانه توصل لهيك مرحله؟ والله سيدي ما تسوى ومع الاسف، والله يرحمه ويجعل مثواه جنه. يعني انتشرت بالمواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثه العالم عبرت مرحله به. شنو السبب؟ بانه سبب تافه مثل ما نقول، روح راحت ضاعت، ضيعت عائله كامله ضاعت بسبب شيء بسيط. انت شنو السبب للمشكله؟ انت انسان كبير وعاقل وفاهم، تستوجب هاي الهوسه كلها؟ والله ما تستوجب، والله ما تستوجب. واللي يستفزونا صغار، احنا كبار وقصرنا وغلطنا وندمان انا واخوي وابني على كل لحظه مرت بينا بذاك اليوم. أصل المشكلة لم يكن نزاعا على أرض أو ملكية خاصة، ولا على حق ثابت يعود لأحدي طرفي الشجار، بل كان خلافا على مساحة بسيطة لا تحمل أي قيمة حقيقية تذكر،
لكنها رغم ذلك تحولت إلى شرارة أشعلت موقفا خرج عن السيطرة. عددكم هناك كم واحد؟ احنا 3 فقط. هنا هاي المنطقه اللي حد الان حبس 3. وهم عددهم ما حد جانا اصلا، احنا ما خبرنا احد. احنا هم عددهم اكثر تقريبا حوالي من 8 اضافه للناس اللي موجوده بالشارع، المحلات او العمال. زين هاي الناس وياكم عليكم؟ ما نعرف احنا. بساعتها ابني وقع قدامي، قبل ورا السياره ابني واقع، وانا وقع جنب التاير، وراي بقى بس اخوي قام يشاجر بيهم ويطق بيهم لحد ما طاح ورجع قام شاني. زين هاي المشكله الاولى لو الثانيه؟ هاي الثانيه. يعني الاولى فضت ورجعت. الاولى فضت ردنا نروح وحصرونا بالسياره، ما خذونا نطلع حتى يضربونا. زين هذا طقني انا راح اطيح. الدكتور هنا وين كان؟ ما موجود. هذا الدكتور واقف، شوفوا هذا الدكتور؟ هذا الدكتور، هذا بالاسود، هذا بالاسود طقنا انا طحت. هذا بالاسود. هذا مكلف من هذا اللي ما اعرفه، اللي جاي يطق بيهم ما اعرفه هذا منين. يعني شو ما تعرفه منين؟ والله ما اعرفه، ما شايف ابد بحياتي ما شايفه. اخوي اللي رجع طق الولد هذا الدكتور بطابوقه. هذا اخوي، هذا شوف، وجاب كرك طق ابوهم بالكرك. شوف كلهم قام. نادي يشيل بيك. نعم، شايل الصحن حتى يشوف الطقه، يشوف طابوقه من عندهم. هنا شالوا الدكتور هم. وهذا ولد جاي يشيل بيه، ما اعرف هذا بالمحلات عامل عندنا ما اعرف. زين برايك هذا المنظر هذا البشع وهذا اللي صار، ودكتور راح وانت هسه خلف القضبان ومضروب براسك، مو صحيح؟ نعم. ايش كم خياطه براسك تقريبا؟ 19 خياطه. 19 خياطه براسك. ابد ما يستوجب. لان انت رجل كبير بالعمر، ونقدر نقول انه انت تهدي هاي ابنك، تهدي اخوك اصغر منك، مو صحيح؟ نعم. وعلاقتك بابو البيت او جيدة. جارك جيده. نعم. وش قد صار لك علاقتك به؟ تقريبا 7 سنوات. 7 سنوات. يعني حتى سولفوا لنا اهل المنطقه يمكن انت تروح وياهم الفاتحه، نعم. صحيح. زايده ناقصه. نعم. ويشوف اكثر من اهلك. نعم صحيح. زي يستوجب الرسول صلى الله عليه وسلم. مع الاسف. مع الاسف اللي صار، والله مع الاسف اللي صار. حاولت بكل صوره الم الموضوع، واخذت اخوتي ورحت وحصرونا وقفونا ما خلونا نطلع. الان يضربون بينا. يرجع بك الوقت هسه. ندمان قشع راسي على كل لحظه كانت هناك شفتها بحياتي. قد ساكنين في هاي المنطقه؟ المشتل استاذ؟ بالمشتل. هواي صار لنا تقريبا 20 سنه. هاي البنايه اللي صارت فيها محل حادث. نعم. سكن مالتكم لو استثمار؟ هاي استثمار. صار قد بيها انتم في هاي المنطقه بالمكان اللي صار فيه محل حادث، البنايه اللي استثمار. انا من اشتريتها صار لها 8 اشهر امشي بمعاملتها لان صاحبها متوفي، فكملت معاملتها صار لي شهرين بديت بالبناء. يعني بالوقت الحاضر انت يلا بديت بالبناء البنايه؟ نعم. يعني ما ساكن بها ابد؟ لا ما ساكن. تجاره فقط؟ نعم. بيت الدكتور وين بيته؟ بيت الدكتور بشارعين 3 ورا البنايه مالته، هو البنايه اللي بصفه اليه والثانيه اللي بصفه اليه، انا صاير بالنص مالته. بيت سكنه؟ سكنه هم بنفس المنطقه 3 شوارع ورا البنايه مالته الجديده. زين هل سكنه قريب عن سكنكم؟ مسافه يعني قريبه. هم كذلك نفس المنطقه؟ نعم. بيوم الجمعه اللي صادف 14 نعم بالتصوير يظهر انه مرتين انت استخدمت الطابقه. مره واحده بالمره الاولى ضربته واخرت، بالمره الثانيه ورا ما دست عليه اكثر من مره برجلك. انا ضربته مرتين برجلي ومره ثانيه بالطابوقه. الطابوقه من الارض؟ نعم. وضربته ضربه اللي صارت ضربه مميته. نعم صار. استاذنا يعني متندم وحسفان اقول هيك شاب من ورا هيك شغله ما تسوى. ما متوقع. انا دفاع عن النفس، شفت اخوي وقع قباله وشفت ابن اخوي وقع، فرد دافع عن نفسي، كل فعل وله رده فعل. المجنى عليه الدكتور ارشد، وعندما ذهبنا لهم في مكان وقوع المشاجره تحدثوا لنا عن تفاصيل الحادثه وكيف بدأ الخلاف الذي تحول الى عراك دموي، يجردون انفسهم من اي اسباب لتصاعد النزاع. ويؤكد والد المجنى عليه أن الحادثة تطورت سريعا ولم يكن في الحسبان أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. لقينا عابر علينا هاي 20 سنتيم او 15 سنتيم، وقف هناك قال له هاي ما تنصب، إذا انصبت هاي يصغر بنايتها تصغر. بدأ الضرب دق علينا، صار انا كسرين بايدي، اشقف بايدي بالكرك، فاجى ابني هذا ما يدري شنو الطلاب وما يدري شنو، اجى هنا وراي حامين عدمه حيل، هذا ضربه بتوتيه، احنا صرنا هناك نتراكض، انا هنا راد يحميني يسوي بدي هيك يشقف، لاكو طابوقه لاكو شيء،
دمينا الدم يخر هذا المكان دم. يعني صراحه كل العراقيين اليوم استنكروا اللي صار ورفضوا هاي التصرفات الدخيله على المجتمع اللي سقط بها الدكتور بهذا المكان بالتحديد. ونريد نعرف الخلاف اللي صار وبدايه المشكله اللي صارت، وانتم جيران يمكن 7 سنين صح؟ لا يعني هو بالمنطقه هو ابن المنطقه، يعني هنا بيتهم قريب ويعرفنا. نريد نعرف اللي صار. اللي صار هاي مالته، عنده هاي البنايه جايبني مالته هو المجرم. انا هاي بنايتي، الاسواق بنايتك؟ اي بنايتي قديمه هاي، وهاي هم بنايتي جايبني بيها. هاي بنايتك. ما عندي اي اختلاف ويا الولد، يعني بالبناء وينزل ما عندنا اي اختلاف. هاي كل واحد طبعا مقابله. هو لقينا عابر علينا هاي 20 سنتيم او 15 سنتيم، يعني هاي المساحه عابرها. هاي قبل ايش قد عابر عليها؟ هو يوم المشكله لو قبل فتره؟ لا ما حتى ما قايسيها، بس قلنا له يابا هذا الرمل ولا شو اسمه طبع على المحلات مالتنا، يعني هذا المحل مالتنا، فهذا نصبها نريد نرتبها. قال صبوها وتدللون وما عندي اي مشكله. راح نزل لنا خشبات ذني 2 من فوق وحطهن هنا وقال صبوها. هيك الامر طبيعي. هاي ساعه ب 12 نزل 12 الظهر. اي ب 12 الظهر. رجعت للبيت صليت وخابرني قال يابا تعال هنا ما عند العمال جابوا هذا الرمل، ذاك جواهم الرمل نريد نصبها. نزل هنا شو اجى اخوه الكبير هذا الموجود بالسجن هسه، اجى هنا كان يوقف هنا قال له هاي ما تنصب، اذا انصبت هاي يصغر بنايتنا تصغر. ايش لها علاقه؟ قلت له هي هاي صبه مال انت كل واحد ولا حدود مالتك يا اخي، انت لك حدود، لا انا اجي عليك ولا انت تجي علي، هاي حدود. شلت الخشبه هاي، شوف والله بعتها لحد الان، بعد تجي لي جاي قلت له عمي لعب رجعها بس اسوي لك صبه صغيره هنا، لان شفت العدد مالتهم دراجات وبس انا وابني. جروني لهنا قالوا لا شوف هاي منها ما تصير مدري شنو. الحكي بدا النقاش صار حاد، انا ابدا اسلم على نفسي وعلى ابني. سيارتي واقفه هناك طبعا كلها تشهد والكاميرات موجوده موثقه. انا ما حكيت يا اخي، اريد امشي هناك صرت هاي بنادي. نزلت اريد نمشي بدا الضرب بابني. خل نروح نسولف هناك. انا هاي بنايتي بعد ماكو شيء، انا وابني هنا أنا وقفنا اريد نروح. سيارتي المرحوم الدكتور؟ لا ها لا هذا ابني اللي تكسر. اللي تكسر المرحوم لحقنا نريد نصب الصب. مهند هذا اللي تكسر. ذاك لحقنا ابن الله، لحقنا نريد على اساس وياهم نصب هاي رشرشه وفتشي تعرف ولد شاب وقاعد قلت له تعال بابا. غدينا وجينا الساعه بالوحده. هنا احنا هم العدد التموا عليه، تصوير عندي موجود، هاي الكاميرا موجوده، العدد التموا عليه يا اخي. اريد اروح بيهم 15 واحد. تعبت انا فحطان، انا رجال عمري 50 سنه ومريض بيه ضغط وسكر، وابني وانا خفت على ابني لان الكلام لا بدا مو حلو صار. نزلنا هنا يلا قلت لهم هسه بطلت ما اريد خلوه اريد اطلع. ايش كان يقول لي لا ما تروح هنا. ضربوني ضربه وهيك ضرب ابني، ضربوه باشروا بينا بالضرب، ودوني النجده للمستشفى. طبعا قتلوا علي الضربات اللي براسي، الكرك الضربات هوايه وكلهم علي ويدي كسرين بيها. فاجى ابني هذا ما يدري شنو الطلاب وما يدري شنو الحساب. المرحوم ما يدري، فقير اجى هيك يسوي بديه لا مروتكم لا حتى احنا. هو شاف ابوه جاي يتعارك وجاي يتضارب. احنا لو نريد نعارك عندي اعارك، بس والله انا ما عندي. بس هي الظاهر هم من تخابروا قال لهم يريد يعني يصبوا هاي، صار تجمعوا وخابروني تعال. من جيت انا لا سلاح جايب وياي لا توثيه لا كرك. فانحصرنا هنا، صار الولي علينا. انحصرت هنا. شوف هذا بالكرك اللي يضربك اجاني ابغى ادور لي شيء احامي نفسي. انخذت باشرت علينا الكروكه هنا دم. ابني خطيه اجى هنا وراي يحاميني عود عمت عيني. اجاني هنا غادي يحميني، نسوي بديه هيك يريد يشوف. لاكو طابوقه لاكو شيء. ليش يحامي ابوك واخوك يصير بهذا الموقف؟ غادي يحاميني يدور شيء كل شيء ممكن. منطقه نظيفه لنا طابوقتين شو انا. هذا اجاه هنا ضربه بكرك، ضربه بكرك، هذا ضربه بتوثيه. احنا صرنا هناك نتراكض، ركضنا هناك جروا عليهم قدام عيوننا، جروا عليهم هنا. اخذناه للمستشفى. من اخذناه للمستشفى قالوا بالجمله العصبيه. انا النجده اخذوني ضمدوني كسور برجلي هاي رجلي ودي وراسي
رحت هناك تخربطت، اخذوني للمركز اخذوني باسعار للمستشفى. انا ظليت بالي لما قالوا يابا فقد الوعي، قلت لهم ما عليه شيء، يجوز ما في شيء، بسيطه. ورا ساعتين قالوا يابا فاقد الوعي هاي نزلت عنده الافاقه 2 صارت، يعني هاي خطره. هسه بلكت الله ثاني يوم بلكت الله احنا ندق وننطم بالبيوت مالتنا. بقيت مات. الجمعه الاحد رحت انا بعد الاثنين، يمكن رحت ما حتى الايام ما انتهت، الاثنين رحت نادي فن، جيت بالليل. يعني هذا الاجرام مالتهم صار ويانا. المشكله وين كنت انت؟ كنت الوالد؟ جيت ويا والدي، كنا جينا انا وعدوه والله ما اتصل بينا. زين، نعرف احنا عرفنا تفاصيل المشكله واللي صار. اكو مشاكل سابقه؟ ابدا. علاقتكم بيهم؟ طيب ما عندنا اي مشكله وياهم. والله ما عندنا اي مشكله. شلونك العلاقه بينهم؟ انا مشتري هذيك القاع من عندهم بعد. يقول فتحي عرس روحاني ونجي. لا ما عندنا اي مشكله. ما عندنا اي مشكله. الهجوم الكاسح اللي علينا ما نعرف. انا ما جاي حتى يعني ما ادري لو جيب ولدي كان او تحزم اي نيه سوء او نيه الحركه احنا ما عندهم. بس جاكوم هذا ابو دشاشه هو هذا الكبير جاب ولده وجاب اخوته وقال له شلون يصابكوا هنا؟ قلت له عادي ما صفه، ارد اطلع. كلفوا بيني وما خلونا نمشي هنا ودقع. في النهايه لا احد يخرج رابحا من مواقف تدار بالعجله والعنف، لان الخساره لا تكون على طرف واحد، بل ستشمل الجميع بشكل او باخر. والدرس الأهم الذي يجب أن يبقى حاضرا أن الإنسان لا يقاس بقوة ردة فعله، بل بقدرته على ضبط نفسه وقت الخلاف، لأن لحظة واحدة غير محسوبة قد تفعل الكثير.